اهلا بيكم احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل هي مش فكره جديده، بالعكس هي فكره قديمه وناس كتيره جدا عملتها. بس انا قلت ليه لا، ان انا عملتها قبل كده كتير عندي. وقلت ليه لا ان انا ارمي الفايبر ده. بصوا، دي كانت مخده قديمه عندي فايبر، تمام. وحبيت بقى اجددها، فخدت الفايبر من المخدة. وقلت بقى لما اعمل مخدة جديدة وممكن تعملي منها افكار كتير جدا. بس انا قلت اعمل بقى مخدة من الفايبر، واعمل بقى حاجة جديدة، يعني مخدة جديدة احسن من المخدة القديمة دي. فلما يكون عندك حاجة قديمة يعني استغليها وبلاش ترميها، لانها ممكن تنفع لافكار كتير جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بالفايبر دوت. وخليكم معايا لاخر الفيديو، بس ما تنسوش اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناة يتفضل يشترك. وخليكم معايا لاخر الفيديو، الفكرة تعجبكم جدا. جبت كيس مخدة زي كده، تمام. طبعا كيس المخدة بيبقى مفتوح من الناحيتين. انا قفلت الجنب ده زي ما انتم شايفين كده. وحطي بقى اي كيس مخدة عندك، مش لازم يكون كيس ابيض، لان انا كده كده بحط المخدة في الغسالة الاوتوماتيك وبغسلها، فمفيش اي مشكلة. حطي اي كيس عندك، تمام. هفتح بقى الكيس بالمنظر ده كده، وهبتدي ان انا اجيب الفايبر. ما ينفعش تحطيه كده، قطعيه، لان انت بتعيدي استخدامه من اول وجديد، تمام. قطعيه بقى كده بالشكل ده اهو. وهنبتدي ان احنا نحطه بقى في المخده كده، وبعد كده هسوي في الاخر كده. يا جماعه الفايبر ده معرفش فيه ناس ازاي بترميه والله. اي حاجه عندك مش عايزاها قديمه ما ترميهاش. مش هتقولي بقى يعني استخسار ولا بتاع وهخلي الحاجه عندي، لا. طب ما انت هتخليها عندك وهتعملي حاجه بيها، هتستفيدي منها. بيبقى فيه افكار كتير حلوه جدا ممكن نستغلها في الحاجات اللي احنا ممكن نستغنى عنها ونرميها ونعملها يعني هتفيدنا وتنفعنا في البيت. بصوا كده زي بتفكرني بالكنافه. ما بتيجي تعملي الكنافه كده تقطعيها، بصي كده. ليه بقى بعملها كده؟ علشان انا مش هينفع احط، بصوا مكلكع ازاي، شايفين؟ مش هيبقى حلو اهو كده بالشكل ده. لما بتروحي تشتري مخدة دلوقتي، طبعا كلنا عارفين الاسعار بقت غالية ازاي. فالمخدة دلوقتي بيبقى سعرها عالي. اي نعم، يعني هي ولا حاجة بالنسبة للحاجات اللي احنا بنشوفها وبنعيشها في الاسعار اللي احنا بجد يعني بقت حاجة صعبة. ربنا يرحمنا جميعا يا رب. بس طب ليه ما انت ممكن تعملي اهو مخدات. يعني انا عشان ما كانش عندي فايبر، والمخده دي كنت بستخدمها وما كانش في دماغي ان انا استغنى عنها، رحت اشتريت مخدات واشتريت خداديات. والله مش قادره اقول لكم غاليه، وخامتها ما عجبتنيش كمان. يعني بص، الحاجه غاليه والخامه برده مش حلوه. بس فرحت بقى قلت لما انا استغنيت بقى عن دي، رحت قلت ليه لما اعمل مخده جديده بدل ما اشتري واحده تانية اعملها في البيت احسن. اهي اهو بفضل اقطع بالشكل ده كده لحد ما بملى الكيس بتاعي. ممكن كمان تعملي بقى ايه خداديه لو انت عايزه تعملي خداديه. بصي بقى اهو الجنب ده بتخليه مليان كده، متخلوش فاضي. وطبعا ما ينفعش تخلي حاجه مكلكعه، شايفه كده جميله. انا عن نفسي بحب الفايبر جدا، ما بحبش القطن ابدا، ما بعرفش انام عليه. اهو هنقطع تاني كده. ونحط كده في الكيس ونبتدي ان احنا نساوي كده اهو. بقطع كده
والله جميله جدا. بصوا حلوه قوي. قطعي كده وحطي وابتدي ان انتي ساوي. بصي بالشكل ده، شايفه اهي جميله 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 ما شاء الله. بصي خامتها جميله. بصوا بقى هي خلاص هي قربت اهي تكملها، بس عشان ما بحبش اطول الفيديو عشان الناس ما تملش من الفيديو، انا هكمل المخده وهرجع تاني اقول لكم احنا هنعمل ايه. خليكم معايا. بصوا كده خلصنا خلاص المخده، قفلناها من هنا وقفلناها من هنا تمام من الجنبين. وزي ما قلت لكم ده كيس عادي جدا، مش لازم يكون كيس ابيض. انا كده كده خيطته وقفلت المخده، واغسلها بقى عادي في الغساله زي ما قلت لكم، واحط لها كيس تاني بحيث ان انا طبعا الكيس بغير طبعا كيس المخده تعرفي تشيليه بكل سهوله وتغسليه وكده تمام. بصوا بقى المخده عايزه اوريها لكم، تحفه تحفه تحفه. شايفين والله العظيم بجد احسن بكتير بكتير من اللي بيتباعوا بره. مش عشان انا اللي عاملاها، عشان انا مجربه اشتريت مخدات من بره تمام. والله العيال ما فيش ناموا عليها شويه بس لقيتها هبطت والخامه بتاعتها مش حلوه برغم ان انا جايباها غاليه. لان انا في الحاجات دي خالص مش بستخسر، يعني بحب اجيب الحاجه مش مشكله تكون غاليه بس اهم حاجه تكون كويسه. لكن هي دي اللي انا لقيتها موجوده في السوق. بصوا شكلها تحفه 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 جميله بجد. مش عارفه اصورها لكم ازاي، حاسه ان هي الكاميرا مش مبينه قوي المخده. بس بصوا شايفين السمك بتاعها، بصوا اهي شايفه اهي تحفه 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 بجد حلوه جدا جدا. فده من الفايبر كنا هنرميه، يعني مخده قديمه زي ما قلت لكم يعني كنت هرميها، فقلت لا طب انا ارميها ليه، طب ما انا استغلها واعمل مخده تانية جديده. وبص طلعت زي الفل زي الفل ما شاء الله، جميله جميله وخامتها حلوه جدا. ما تنسوش بقى لايك، واللي مش مشترك عندي يا ريت يفضل عندي اشترك في قناه كل يوم مع رشا. وان شاء الله هنعمل افكار تانية جديده تفيدنا وتنفعنا في بيتنا. والى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامه.